الهلال والأهلي 55 دقيقة ما فيها كان غير كور طويلة ملعوبة من الحارس أو الدفاع من هنا من الهلال أو من الأهلي. نفس الحكاية كورة عالية مع تفوق طفيف للأهلي إنه كانوا لاعبينه طوال القامة المهاجمين لحد ما دخل إيمي دقيقة 55 غير المباراة تماما بديل لكوليبالي. أول مرة من فترة طويلة الهلال لعب بصانعي لعب. شوف عبد الرؤوف بينزل هنا يستلم الكرة وسام بن علي بيقول له امسكوه. اكرم ما عاوز يطلع له لانه دايما بيحب يلعب على خط واحد هو ومروان. مروان ماسك ايمي. نشوف ايمي من اول لمسه يعني لاعب مهول. الاصابات يعني حرمت الهلال من لاعب كبير جدا الموسم ده. بيستلم وبيحاول رامي بسهوله وبيلعب عكسيه. شوف عبد الرؤوف مكمل في ظهر اكرم لكن التمريره ما جات. الثانيه قال اكرم لا خلاص بطلع له. طلع وكرة لعبت مديكي هنا استلم في مساحة وإيمي بيمر تاني بسهولة من رامي وبيمرر وكرة أحمد سالم تصدى لها الشناوي. لكن بنفس الفكرة بياخدها في ظهر مروان بيمر من إيمي. يعني لاعب مهول حقيقة إيمي تيدنج. وحتى أحمد سالم بعد ما طلع جناح ظهر بشكل جيد وبيمرر. عبد الرؤوف هنا بقى الشمال واحد على واحد وبيسدد الشناوي بيصدها. الكرة دي بس دايرة لاعب يخلصها. دي كانت المشكلة الهلال لكن لعب أجمل 20 دقيقة في الموسم. دي كانت تستاهل تكون هدف بصراحة. ومديكي بيقطعوا الكورة بيمرروا لإيمي بيلقى سالم مشى بيرجع وبيمرر. يعني شوف جنبه عبد الرؤوف جنبه جان كلود. الهلال كله مهاجم يعني والأهلي خلاص يعني هي بتحس الرجفة كانت دخلت فيهم. كورة من الظهير الأيسر للظهير أيمن. شوف في كم لاعب موجود من الهلال في المنطقة الخطرة والعكسية بتجي. يعني خلاص دفاع الأهلي اثنين ثلاثة بشوطوها في بعض. وفي النهاية عبد الرؤوف لو سجل كان هدف غالي جدا. حتى كرة الهدف للأهلي شوف أكرم بيجليها مروان بيجليها إمام بيجليها بيحاول بعد كده يطلعها أكرم وكورة سهلة بتتلعب. يعني هنا كل اللي عليك ضيوف يثبتها بركبته يديها لعبد الرؤوف. ضيوف انت لاعب دفاع متأخر هو زولك لكن لاعب دفاع متقدم ما بيقدر كرة بسهولة بيفقدها وبيتراجع هو وبيتراجع إيرينج وبيناتهم إمام بيستلم وبيشوتها وكان محظوظ ضربت في إيرينج وانتهت. الهلال يلا في مرحلة مفصلية المفروض يقرر هل هو عاوز يلعب بصناع لعب وكور بين الخطوط ولا داير يكون لاعب بثلاثة محاور في النص ويلعب على الهجمة المرتدة. يعني الهلال طول عمره فريق بيلعب كرة دقاقة. يعني الدي ان ايه بتاعت النادي هي اللعب الممرحل الجميل والثنائيات حمد والديبة هيثم ومهند بشة وكاريكا. يعني لازم يكون عندك تستفيد من انه انت عندك ايمي عندك عبد الرؤوف وعندك اجنحة سريعة. يعني دي المفروض تكون يقعد علاقي مع فلوران يحددوا هم الفريق عاوزينه يلعب كيف عاوزين تكون ستايل الهلال كيف. يعني شفنا 20 دقيقة جميلة جدا. صح الأهلي بالخبرة استطاع إنه يتأهل لكن الدقائق دي كانت دقائق بتديك فكرة إنه المفروض الهلال يلعب كيف ويكون موجود كيف السنة الجاية إن شاء الله في الأبطال.